البودكاست ظاهرة انتشرت جدا في الفترة الأخيرة، ده لعدة أسباب. أهمها إنك في البودكاست تقدر تقول الكلام اللي مش مسموح تقوله في الفضائيات والبرامج الموجهة. كلنا عارفين مثلا اون زبالة سبورت شغالة بنظام انت حلو وانا حلو ومصر بتفرح، وندي زون ابو اسفين في الاهلي من تحت لتحت. فالبودكاست بيبقى مناسب جدا للي نفسه يتفك بكلمتين مش هيقدر يقولهم على الفضائيات. تاني سبب هو التكلفة الإنتاجية المناسبة. اقتصاديا تسمح لأي حد يقدر يعمل بودكاست من غير تكلفة كبيرة يعني. لكن البودكاست زي ما فيه كويس في اللي يقرف الكلب الأعور الحزين، زي ما شفنا مثلا بودكاست عاقل ومتزن ومحترم ما بين أحمد أسامة وكريم ندفد. بغض النظر عن إكرامي والكلمتين اللي ملهمش لازمة اللي قالهم، الناس بتخيب على كبر بينها ولا إيه، ما علينا. لكن كمان شفنا بودكاست بوم وطاخ لواحد اسمه صالح موسى. مين صالح موسى؟ مجرد شخص، لكن لما يطلع يقول الحكم قال له مش هصفر إلا لما الأهلي يجيب جول، دي حكاية من بنات خالة أفكاره، لزوم الترند، وساعتها هيتشاف ويتعرف. لكن هو السؤال المهم، اللي من عينة صالح موسى ده لعب كورة ازاي وليه؟ لا مهارة، لا فهم، لا تكتيك، لا ثقافة ولا عقلية. من نوعية جمال عبد الله وعمرو الصفتي وشوقي السعيد، أحمد دويدار وغيرهم كتير. الناس دي لعبت كورة ليه؟ الناس دي ما بتعرفش تلعب كورة أصلا. مش فكرة ان هم محدودي الموهبة او المهارة، لا، دول ما بيعرفوش يلعبوا كورة. دول بيفكروني بالعيال الشمحتجية اللي بتنزل تكسر لما نلعب كورة في الشارع. وصول النماذج دي انها تلعب باحتراف في اندية كبيرة معناها ان عندنا فساد كروي عالي قوي، وان كلام وليد صلاح عبد اللطيف حقيقي. اللعيبة بتتأيد في قطاعات الناشئين بالرشاوة. واللي أسفت من ده كله إن في أندية كتير باعت قطاعات الناشئين للمستثمرين. مستثمر من دول بيدخل ياخد فرقة الناشئين من بابها ويبيع القطب بفلوس بقى بالقطعة. فتلاقي لعيبة في الأندية رجليها الاتنين شمال، وتبص على منتخبات الناشئين تلاقي الفرق كلها معدومة المواهب. اللعيبة كلها بقت شبه بعضيها، وأحمد زي الحاج أحمد، هو كله بيجري في الأرض وخلاص. أبسط حاجة كمثال يعني، ممكن حد فيكو يشاور لي على لعيب واحد في الدوري المصري بره الأهلي والزمالك وبيراميدز انت كأهلاوي نفسك وهتموت انه يجي الأهلي مثلا بقاله سنتين هيموت على باك شمال، ويا ريت لو معاه باك يمين بالمرة ينافس محمد هاني ويرفع مستواه شوية. مفيش. مصر ما فيهاش لعيبة. مصر كلها ما فيهاش راس حربة يوحد ربنا لدرجة ان أسامة فيصل بيلعب اساسي منتخب مصر. المنتخب اللي موجود حاليا ده فيه عناصر مميزة زي صلاح وتريزيجيه ومرموش وزيزو، لكن معظمهم كبير في السن. والجيل اللي طالع بعد الجيل ده اللي المفروض يعني هيكمل المسيرة هو نفسه الجيل الكحيان اللي شفناه مع أسامة نبيه. النهارده اللي بيوقف توقيفه ولا بيباصي كرة عدله تلاقي المذيع اتشال واتحط، الله عليك ما شاء الله اللهم لا حسد، لعيب كبير قوي يا جماعه. المواهب بتقل يوم عن يوم لان ممارسه كرة القدم دلوقتي بقت للمقتدرين. حتى مراكز الشباب برعايه وزير الشباب بقت بتأجر الملاعب بالساعه. والغلابه اللي هم موهوبين بجد، الناس دي يعني مش بيلاقي فلوس حتى الله يعزكم يجيب جزمة يلعب بيها، هيدفع منين 200 جنيه يأجر ساعة في ملعب؟ والوزير بتاعنا لأنه ما يهموش حاجة في الكورة غير الزمالك، غير كده اهتماماته كلها بيلي وعجل وطاولة ودومينو وحاجات غريبة كده. فدماغه كلها ازاي يلم فلوس، ودماغه كلها راحة على الاستثمار. ده الموضوع وصل بيه انه بياخد فلوس من مراكز الشباب اتاوة، بدل ما هو كوزارة شباب يروح يدعم مراكز الشباب ويوسع قاعدة الممارسة،
لا هو بيلم فلوس. الدول بتستثمر في شبابها وفي مواهبها زي البرازيل والمغرب، واحنا الوزير بتاعنا بيستحلب شبابنا وبيمص دمهم. المغرب من سنين عملت أكاديمية محمد السادس للمواهب، النهاردة بتحصد مواهب ومحترفين في كل دوريات العالم. المنتخب لما بيجي يختار لعيبه بيبقى محتار، مش عارف يجيب مين ولا مين. احنا بقى الوزير بتاعنا على اتحاد الكوره بقالهم سنين طويله بيتكلموا عن مشروع الهدف ومشروع ال1000 محترف، وصرفنا مليارات والمحصله ايه؟ ولا حاجه، صفر كبير قوي. الكوره عندنا ماشيه بظهرها، لو محدش اتدخل وادى الكورة لبتوع الكورة والناس اللي بتفهم ووسع رقعة الممارسة، قريب قوي هنلاقي روحنا تصنيف رابع في افريقيا مع تشاد واريتريا وجيبوتي. طول ما الكورة بيتحكم فيها ومدورها ناس ما عندهاش دم